لغز بدر الزمان زغزغ فضول نينو، فجمع الباحثين اللي بيشتغلوا معاه وسألهم: إزاي الإنسان يعرف نفسه؟ إزاي يبدد الضلمة اللي جواه، بالذات لو مفيش أي حاجة واضحة؟ منين يبدأ وإزاي يبدأ؟ همهم الباحثون وبدأوا يقترحوا حلولا هنا وهناك. نبدأ بالماضي، نبدأ بالحاضر، ندور على الرؤية، ندور على الذكرى. لازم في مكان، لازم في زاوية هنا ولا هناك نقدر نبدأ منها، نرتكز عليها. نينو ريح في كرسيه الهزاز وقعد يتفرج عليهم، شايفهم في حالة تذبذب وتخبط. يا حرام، صغيرين وبالمشكلة مشغولين. قادر يشوف طاقتهم ما هي هالة حواليهم، كلهم متأثرين ببعض. طاقتهم مركزة على المشكلة، ذبذبتها ولونها. منهم مدي على الفاتح ومنهم في الغميق قاعد. وقفهم، سكتهم، فكرهم إن العقل اللي بيفكر في المشكلة طاقته مختلفة عن العقل اللي بيفكر في الحل. فكرهم إن المتعة في الرحلة مش في النهاية. وعشان يشجعهم قال لهم: إحنا كلنا مع بعض في القصة دي، كل منا هيشوف بزاوية ويحل من منظور مختلف، ومحدش فينا غلط، لأن الحل هيكون بينا كلنا. كل واحد يشتغل على زاويته ويرجع لي بالخطوات اللي ممكن تحلها. ولما نسمع بعضنا ونعرف إن كلنا صح وكلنا على حق وكلنا بنكمل بعض، ساعتها نركب الأجزاء ونوصل لتجربة أشمل وأقرب للحل من أي واحد مننا. وافتكروا كمان، الحل مش في المعمل، الحل في الكون. فتفكروا وتأملوا مش بس في الكون، وكمان في نفسكم. امتى نتقابل تاني؟ همهموا تاني، ووصلنا ل3 شهور من وقتنا. وقبل ما ينفضوا كل في طريقه، فكرهم نينو قائلا: لازم نفتكر، نسمع ونستشير بعضنا. يعمل ايه نينو مع بدر الزمان لحد ما الباحثين يرجعوا؟ عايزين تعرفوا؟ اسمعوا الحلقة 5.